هاي كيفكم؟ كيف صحتكم؟ معكم علي المسبوح من قناة مسبوح جيم. اليوم جبنا لكم رعب، جبنا لكم قصص بلس 18، جبنا لكم قصص لا يتحملها العقل البشري. جبنا لكم أرعب 5 ألعاب ممكن تلعبوها انتو مع رفقاتكم لحالكم. رعب، بتعرفوا أنا بحب الرعب كتير، بحب هيك بيوت رعب مسكون ومسكون. يو 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 أول لعبة وهي اسمها الصعود للبعد الآخر. يو يو صعود للبعد الآخر. كيف نلعبها؟ هيدي لعبة مشهورة كتير بكوريا. أول شي هي لازم انت بتحتاج بناية تكون على القليلة 10 طوابق، على القليلة يكون فيها 10 طوابق. بدك تحط بدك تطلع على المصعد، على المهم هذا اللي بيطلعك وبينزلك. لازم تكون البناية 10 طوابق على القليلة. فانت بدك تطلع لوحدك. اول شغلة تفوت بالمصعد لحالك، بتفوت عندك طوابق لازم تطلعون بالترتيب لتوصل للبعد، لتوصل للطابق اللي بده ياخدك للبعد التاني على اساس يعني. فانت اول ما بتطلع بتنقي من الطابق 4 6 5 بترجع 10. هودي بتطلع عليهم. انت وعم تطلع على الخامس، انت بس توصل للخامس قبل العاشر رح تطلع معك وحدة. ماشي، رح تطلع معك وحدة ما بتطلع فيها، ما بتطلع شو عم تعمل. رح تسألك اذا لوين طالع او شي، انت تذكر ما تطلع فيها، انه هيك بيقولوا. فبس تخلص هي تطلع تطلع من المصعد، ترجع انت بتوصل للعاشر. هونيك قال بتصير انه ببعد تاني بتصير تشوف الاشياء بالطابق العاشر انه ظلام وما ظلام وهيك قصص. بتشوف قال مثل صليب احمر اخر شي بوجهك بالظلام الدامس. نعم. وبتبلش تلعب اللعبة وبتموت. ترى اذا بدك ترجع للحياة الطبيعية ترجع، بدك تعمل نفس الخطوات وبالقلب. يعني بدك ترجع من العاشر للخامس للسادس للرابع، وبيمشي الحال وبتموت بالمصعد ضيق تنفس او بتنسى تتنفس او تانج 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 تانج. عنا اللعبة التانية، لعبة مشهورة كتير يعني ما بدنا 7 يحكوا فيها. هي لعبة بلودي ماري، الماري الدموية. نعم، هاي بلودي ماري كيف تلعبها؟ بتفوت على الحمام، بيكون في مراية. بده يكون معك مثل شمعة صغيرة. بدك تفوت توقف حد المراية وتقول تعيط 3 مرات بلودي ماري بلودي ماري بلودي ماري. 3 مرات بدك تعيط لها. بدك تعيط لها بلودي ماري او في بلودي ماري I killed your baby. هي شو قصتها؟ هي اتهموها انه هي قتلت ابنها، ما بعرف شو، من زمان يعني اتهموها انها قتلت ابنها وهي فقدته يمكن او شيء. فراحت من ندم، راحت قصت ايدها وهي بتصير تطلع لك قلب بالمراية انه قصة ايدها، وبتصير تحكي معها انت. واذا كنت معصبة مش رايقة معها كمان ممكن تموت انت. فانه هيك، فانه ما منيحة، ما باشا يعني تلعبها. عنا اللعبة التانية، هاللعبة لا كاندي كراش ولا لعبة اساطير الملوك ولا كل هالتليفونات. عندك هيدي اللعبة اسمها لعبة الملوك 3، The Three Kings. I speak English. هي انه بتحكي مع اشخاص من عوالم تاني. انه فيك من خلال هاي اللعبة تحكي مع اشخاص من عوالم تانية ميتين عم يلعبوا فوتبول، ما بعرف. بدك تروح على غرفة كبيرة. اول شي غرفة كبيرة فاضية، بدك تروح على غرفة كبيرة فاضية. بتحط كرسي بالنص، هيدا على اساس عرشك. قال انه انت بتقعد على العرش. وبتحط مرايات قدامك وشمعة وبتفوت بتنام. وبتحط بتحط شي خاص بطفولتك من زمان، شي كان عندك اياه من انت وصغير. قال بتحطه على الكرسي وبتروح بتنام. بس تروح تنام.
بس تروح تنام بدك ترجع تعير المنبه على الساعة 3، بتفيق 3 بالليل بالضبط على الساعة 3:33 بتقعد على الكرسي وبتطلع بالمرايات، ما تطلع فيهن قال بصير يطلع لك شو اسمه، بتحس انه في حدا عم يحكي، بتحس في حدا عم يحكيك، قالوا ما بعرف شو بداخلك، بتقعد بتحكي انت وياه قصص، بصير يحكي لك هو عن مخاوفك وعن ما بعرف شو، هي بتشتغل على النفسية، قال انه اكتر يعني انه هي ما في شيء، يعني اكيد ما في شيء، بس هي بتشتغل على نفسيتك، بصير انت بتعرف بتصير تخوف حالك لحالك. تن 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 تن. هاي اللعبة اذا تحب تموت كمان. وعنا كمان هلا اللعبة الغنية عن التعريف، اللعبة التي اخذها الملايين ولاعبها، انها لعبة اويجا. الاويجا كلنا بنعرفها، اذا بتحب تموت بطريقة تانية، بتحب تلعب بطريقة تانية. هلا ما بعرف ان هول الالعاب كلهم صحيحين، مش حجرب ولا واحدة فيهم انا، ورح فوت نام هلا وخايف وانا هلا عم صور الفيديو انا خايف يعني، وما في حدا بالبيت اوكي. اول شي اويجا بتتألف فيه من لوح بتجيبه محطوط عليه احرف من الاي للزد، اي بي سي دي اي اف جي، وارقام فوق ويس ونو، وتحت جود باي، ومعها بيجي مثل شغله هيك، مثل شفافه بالنص، بتلعبها انت ورفقاتك يعني او لحالك، بتحطوا ايديكم عليها وما حدا بيحرك، وتصير تعيطوا، تصير تقولوا مثلا هل يوجد ارواح هنا مثلا او شيء، مثلا بتقولوا في حدا هون حاضر، انه على اساس ارواح يعني من عالم تاني. فاذا كان في حدا قال لحالها هيدي القطعه اللي انتم حاطين ايدكم عليها بتتحرك، مثلا بتسالوه شو اسمك، بتصير تروح قال لحالها على الاحرف، بتصير تنقي الاحرف، قالوا بتجمعهم وبتطلع اسمه مثلا، بتسالوا عن اشياء لقدام، بتسال يعني هدول الحركات اللي ما يعرفش. حلو يا باشا، حلوه اويجا، بنصحكم فيها كتير حلوه اذا بتحبوا تموتوا يعني. وعنا اخر لعبة واللي اشتهرت شهرة عالمية لعبة تشارلي كنا بنعرفها يمكن، فهيدي اشتهرت من شي سنتين يمكن على اليوتيوب، على الدنيا كلها اشتهرت، صار الكل يلعب تشارلي. هي انه تشارلي هو صبي مكسيكي صغير انتحر من شدة الفقر وما بعرف شو. فاللعبة هي عبارة عن ورقة ترسم خطين بالنص، بتحط يس نو، بتحط قلمان فوق بعض هيك، وتصير تسأل انه تصير تقول تشارلي اريو، وبتصير تسأل تشارلي اذا انت موجود يعني. فهودي القلم الفوقاني بيبرم على اليس مثلا او شيء، بتصير تسأله عن قصص بالمستقبل، عن قصص ما بتعرفها، مثلا شو رح يصير معك، مين رح تتجوز، وناس صارت معهم كتير قصص مثلا بعد اللعبة وقبل اللعبة، مثل هذا الفيديو. Charlie, are you here? Charlie, are you here? Charlie, are you... Charlie, are you here? Oh, hell! انه ما بنعرف ماذا يمكن ان يحصل، لكن لا تجربها، انها لعبة خطيرة. وهون بنوصل لنهاية الفيديو، ما تنسوا اللايك، سبسكرايب، شير للفيديو، اعمل سبسكرايب. هلا صح تذكرت انه هلا بفترة امتحانات وهيك يعني مدة شهر، يمكن ما بعرف، يمكن نزل يمكن ما نزل، اعمل سبسكرايب. وانا ان شاء الله بس خلص امتحانات، عندي امتحانات رسمية لازم اقدم، فوت على الجامعة، صير كبير، اشتغل، اريد ان اشتغل، واو نعم، وهاي اوكي يلا، تشاو.